هحكي لكم النهارده عن محاضرة جمعت مجموعة من الناس. فالمحاضرة دي قاعدين فيها، فطلب المحاضر منهم ان هم يكتبوا كل واحد ابتلاءه في ورقة، وجاب علبة كده كبيرة او بولة وحط الابتلاءات دي كلها وحرك الورق. وبعد كده طلب منهم تاني كل واحد يختار ورقة من اللي موجودة في العلبة دي. كل واحد طلع له ورقه وقراها. فبعدين المحاضر سالهم ايه رايكم، انتوا كتبتوا ابتلاءاتكم ودلوقتي كل واحد يغير ابتلاءه، يعتبر نفسه ان هو يغير ابتلاءه بالورقه اللي طلعت له. فبدا يسال الناس ايه رايك تاخد الورقه اللي معاك؟ قال له لا طبعا، انا الحمد لله انا ابتلائي في شغلي شويه في مشاكل، بس الحمد لله انا ما اقدرش استحمل ان يكون عندي المرض اللي طلع لي في الورقه دي. سال واحده تانية قالت الحمد لله الحمد لله انا ابتلائي في زوجي، بس الحمد لله انا ما اقدرش استحمل ان يكون ابتلائي في اولادي. وكل واحد ساله، فطلع ان محدش عايز يغير الابتلاء اللي هو فيه. وبعد كده كل واحد حمد ربنا على الورقه بتاعته اللي كتب فيها ابتلاءه. يا جماعه احمدوا ربنا على اقداركم وابتلاءاتكم. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، وكل اقدار مكتوبه لينا حتى لو كان فيها ابتلاءات فهي نعمه من الله، نحمد ربنا.